السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه دايما علاقات المراهقة تبقى فيها حركة أكتر، فيها سعادة أكتر، فيها حماس أكتر من العلاقات الشرعية؟ يعني احنا دلوقتي مثلا ولد مثلا شاب عنده 13 سنة 14 سنة، وبنت برضه في نفس الحدود ديت، وبيكلموا بعض مثلا على الواتس أو بيعملوا شات في أي مكان وعاملين علاقة غير شرعية. ليه دايما العلاقة دي بيبقى فيها حماس؟ ان هما بيحكوا لبعض كل حاجة، بتحكي له اللي بيحصل معاها، بيحفظوا مع بعض التواريخ بتاعت الأحداث اليومية بتاعتهم الاتنين. يعني الموضوع فيه حركة كده وفيه حماس وفيه سعادة، والاتنين بيشاركوا بعض وفيه وبيهزروا مع بعض وبيضحكوا. الموضوع فيه روح كده. تمام. في نفس الوقت يعني لو قلبنا العلاقة ديت لعلاقة شرعية، وقلنا طيب هو يخطبها مثلا ويدخل البيت من بابه. تمام. بتلاقي العلاقة غالبا فيها شوية برود كده، يعني مش زي الحماس بتاع فترة المراهقة ديت أو بتاعت فترة بداية الشباب. يعني دي فترة بقى الإعدادي مثلا والثانوي وكده. إنما لما يبقى الموضوع بقى بعد الكلية مثلا، بنت خلصت كليتها وحد اتقدم لها وخلاص بيتكلم معاها بتلاقي الحماس قليل. تلاقيها هي مش حاسة بنفس السعادة اللي كانت حاساها لما كانت بتكلم ولد تاني وهي صغيرة في السن ونفس الكلام هو برضه بيلاقي ان مفيش حماس في العلاقة اللي جت على كبر ديت زي الحماس اللي كان موجود ايام فترة المراهقة بتاعت الاعدادي والثانوي، اللي كانت مليانة حب وحنان وحركة وسؤال واكشن كده وشوية دراما وبتاع. وتلاقي دايما البنت بتشتكي انها مش حاسة بحماس في العلاقة اللي هي العلاقة الشرعية ديت، اللي هي مثلا دخلت فيها بعد ما خلصت كلية او هي في الكلية او كده ليه ده بيحصل؟ ليه دايما العلاقات اللي في بداية الشباب ديت هي فيها حماس وسعادة أكتر من العلاقات اللي بتيجي بعد كده، واللي المفروض دي العلاقات الشرعية اللي ربنا خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى أقرها وقال إن الدنيا المفروض تمشي بالطريقة دي؟ ليه ديت السعادة فيها جامدة جدا، وديت السعادة فيها قليلة والحماس فيها قليل وفي فقدان شغف كده؟ طيب لازم نفهم يا جماعة حاجة مهمة جدا في موضوع العلاقات ده، إن العلاقة الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى أقرها، واللي ربنا سبحانه وتعالى قدر إن أمر الخلق لا يصلح إلا عليها، فيها شقين: فيها متعة ومسؤولية. تمام؟ فيها متعة ولذة مقرونة بمسؤولية. يعني أنت هتشيل مسؤولية، مقابلها هتستمتع ببعض المتع واللذات. خلاص كده؟ طيب الإنسان في بداية عشان تفهم أنا قصدي إيه، الإنسان الشباب في بداية مرحلة المراهقة بيبقوا دايما لا إراديا كده بيسعوا للذة ومتعة بدون مسؤولية. يعني إيه؟ دلوقتي الشاب اللي هو عنده 14 أو 15 سنة مثلا ده، وهو بيكلم بنت وقاعد يتشات معاها طول الليل ويتكلموا ويضحكوا، الشاب ده لو البنت ديت مثلا تعبت مثلا، هل هياخدها ويروح بيها المستشفى؟ لا. هل هيصرف عليها؟ ما بيشتغلش اصلا. هل لو حصل لها مشكله هيتحمل مسؤوليه المشكله ديت؟ لا. فبالتالي هو مش شايل ناحيتها اي مسؤوليه، وان ادعى غير ذلك. احنا شطار قوي في الكلام، اللي هو "انت يا بنت انت زي اختي وانت مراتي" ومش عارف ايه، ويعمل مشكله مثلا لو حصل حاجه من ناحيتها ويحاول يبين لها ان هو شايل مسؤوليتها. لان البنت بتحب كده، بتحب الراجل اللي تحس ان هو قلبه عليها وكده. لكن في الحقيقه هو مش شايل اي مسؤوليه. في الحقيقه هي مجرد متعه، اشباع للرغبه. احنا كرجاله وكبنات ربنا خلق في الاتنين ميل فطري لبعض. الراجل بيميل للمراه والمراه بتميل للرجل. الاتنين بيستمتعوا بالكلام مع بعض، بيستمتعوا بالهزار مع بعض. عشان كده الشرع بيقول احنا المفروض نحط ده في اطار شرعي عشان الدنيا ما تفسدش، كل واحد يخليه في الحاجه اللي تخصه. خلاص، ويبقى في خصوصيه في هذا الامر، ما يبقاش الموضوع كده مفتوح على البحر، لان هيترتب عليه مفاسد بعد كده. خلاص لو فتحنا الباب المهم، الشاب ده مش شايل اي مسؤوليه تجاه البنت دي، فبالتالي هي متعه فقط. عشان كده طعمها احسن. تمام. لكن الدنيا مش هتمشي بالطريقه دي، الدنيا مش هتمشي كده. خلاص. البنت ديت لو فكرت كويس، لو فكرت وبقى عندها حكمة وعقل
هتلاقي ان في ناس كتير شايله مسؤوليتها. ابوها مثلا شايل مسؤوليتها، بياكلها ويشربها ويلبسها وبيصرف عليها وبيديها اللي هي عايزاه وبيخرجها وبيعمل وبيعمل وبيعمل، وبيدافع عنها وبيحميها. تمام. والدتها برضه بتنظف لها مثلا مكانها وبترتب لها اوضتها وبتعمل لها الاكل وبتغسل لها هدومها وبتعمل. الناس دي شايله مسؤوليتها. البنت دي لو عاقله تحب الناس ديت اكتر حب وتديهم اكبر اهتمام، لان الناس ديت بتضحي علشانها فعليا. يعني ابوها وامها فعلا دول فعلا بيدوها حاجه فعليه مش مجرد وهم. انما الشاب ده ما بيداش اي مسؤوليه، هو بيداها مجرد اوهام، مجرد كلام وتسليه. فالشيطان بقى، الشيطان بيزين هذه العلاقه، بيزين للشاب هذه العلاقه لانه بياخد منها متعه. تمام كده. بمجرد الكلام مع البنت ديت ايا كان، طبعا الموضوع ما بيقفش عند الكلام، احنا عارفين يعني ربنا يعافينا. بس هو يعني بيستمتع بحوار الكلام ده، لكن الموضوع ما بيقفش عند كده غالبا. المهم هو بياخد متعة وما هوش شايل أي مسؤولية، فالموضوع بالنسبة له ممتع، فيه لذة لأنه ما فيهوش أي مسؤولية خلاص. وبالنسبة للبنت، هي في الحقيقة هي مش مركزة. هي لو مركزة هتلاقي إن ده الشاب ده طالما ما شالش مسؤوليتها فما يستحقش المتعة اللي بياخدها منها. خلاص. اللي يستحق فعلا المتعة وإنها تقعد تتكلم معاه وتهزر معاه وتبقى حريصة عليه وتسأل عليه هو والدها اللي شايل مسؤوليتها، أخوها اللي شايل مسؤوليتها، والدتها اللي شايله مسؤوليتها، أهلها. يعني دول أحق الناس بحبها. لكن اللي بيخلي البنت تقع في المشكلة ديت هو الشيطان. الشيطان بيزين الأمر ده. الشيطان الموضوع ده قبيح أهو، قبيح. الولد ده بيشيلش اي مسؤوليه، هو مجرد بيتسلى بيها وبيستمتع بيها. تمام كده. يعني هو متخذها شهوه، هي بالنسبه له مجرد شهوه. لازم البنات تفهم كده. لازم تفهمي ان هو في الفتره ديت هو لا يعاملك الا كمجرد شهوه، وان ادعى غير ذلك وان سوات له نفسه غير ذلك. يعني هيقعد يقول لنفسه لا، حتى ممكن يقنع نفسه بغير كده. كل ده وهم. حلو الكلام. طيب كده. على الجانب الآخر، عشان برضو يعني الناس تبقى فاهمة ان الموضوع من الطرفين. الولد لو بص للبنت ديت هيلاقي برضو انها مش شايلة اي مسؤولية تجاهه. خلاص. يعني البنت دي مثلا لو تعب برضو ما بتقعدش جنبه وتمرضه. خلاص. ده غير متاح اصلا. ما بتعملوش اكل مثلا، ما تتعبش عشان تعمله الاكل. حته ان امه بتعمله الاكل وهو متعود على كده، فبالنسبه له دي حاجه عاديه، ده حق من حقوقه. لا، مش حاجه عاديه، دي حاجه صعبه، دي حاجه مكلفه، دي حاجه بتاخذ وقت ومجهود. فكون حد بيعملها لك ده يستحق كل الحب. فالبنت ديت مش بتتكلف انها تعمل لك اكل، انها تغسل لك هدومك، انها تنظف لك مكانك. مش بتهتم انها ترعى لك اولادك او تقوم على مصلحتك. ما بتتحملش ناحيتك اي مسؤوليه. خلاص كده. في حين ان في ناس بتتحمل المسؤوليات ديت، والدك والدتك واخواتك نفس الموضوع بالظبط. فهي بالنسبه لك هي بتاخذ منك متعه بدون مسؤوليه. من ناحيه البنت كمان، طبعا من ناحيه البنت كمان، البنت كمان بتاخد منك متعه مقابل بلا مسؤوليه. مفيش مسؤوليه في الموضوع. تخيل معايا بقى، تخيل معايا احنا دلوقتي المفروض ربنا سبحانه وتعالى بنى هذا الكون على ان في مسؤوليه مقابل متعه. حلو. ان انت هتتحمل مسؤوليه بعض الاشياء، في مقابل ذلك هتجد بعض اللذه والمتعه. وده مباح. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ركز في دي بقى. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. المتع واللذات والطيبات ربنا خلقها أصلا للمؤمنين يستمتعوا بها، لكن ربنا قال حتة مهمة قوي، قال خالصة يوم القيامة. يعني المتع دي هتبقى خالصة يوم القيامة. امال هي في الدنيا ايه؟ في الدنيا مش خالصة. امال ايه؟ معاها كدر، فيها كدر. ايه الكدر؟ المسؤولية. فربنا بنى الدنيا ان انت هتاخذ متعه وهتستمتع بيها كمؤمن، لكن مقابل ان انت هتتحمل بعض المسؤوليات. فالدنيا كده هتمشي بصوره صحيحه. خلاص. انما بقى في الاخره متع فقط بلا مسؤوليات، متع فقط. نسال الله ان يرزقنا الجنه. تخيل كانك عايش في الجنه، ان مفيش كدر، مفيش اي حاجه تنغص عليك. ربنا يرزقنا الجنه. هي ده يا جماعه، هو ده الهدف، هو ده يعني نهايه الطريق.
وده الغايه، ان احنا ندخل الجنه. فانت عيش حياتك بالطريقه اللي تدخلك الجنه. طيب يعني خلينا نقول الموضوع بصوره مختصره، ان ربنا سبحانه وتعالى حرم عليك هذه المتعه التي بلا مسؤوليه، لانها لا يستقيم بها لا تستقيم بها الحياه. الحياه مش هتمشي بالشكل ده. خلاص كده. انت كده يعني عملت كذا مشكله. المشكله الاولى في العلاقه ديت، ان انت الناس اللي بتحسن اليك وبتتحمل مسؤوليتك، الناس ديت انت مش مديهم حقهم. الناس دي انت ما بتحسنش اليها، ما بتردش الجميل، وانت شايف ده من مكتسباتك الطبيعيه. يعني ان هو عادي والدي يعمل لي كده، عادي والدتي تعمل لي كده. لا، مش عادي، ده احسان. ده احسان. الاحسان ده لازم ترده باحسان. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، وايه؟ وبالوالدين احسانا. الوالدين دول اكتر ناس بيحسنوا اليك بعد الله تبارك وتعالى، فلا بد. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا جدع، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يا أخي؟ يعني هو الإحسان لازم يكون جزاء إحسان. أنت ليه بتأخذ من أهلك كل خير وتعطيهم كل شر، وتروح بقى بروقانك بقى وبكلامك الحلو وتركز مجهودك كله في الموضوع ده لواحدة غريبة؟ تمام؟ أنت إزاي الشيطان يستدرجك إلى هذا الحد، إنه يخليك تركز كل مجهودك في الحنان والحب والكلام الحلو لحد ما يستحقش. ما بيعملكش اي مسؤوليات، ما بيشيلش عنك اي حاجه. هي الحياه يا جماعه مشاركه، حياه مشاركه. هو ما بيشارككش في اي حاجه، فانت بتضيع وقتك ليه؟ الشيطان مزين لك. الشيطان الامر قبيح في غايه القبح. تمام كده؟ الشيطان ملبسه لك لبس حلو وحاطط له ميك اب وكده ومظبط الدنيا. فانت خد بالك من الموضوع ده. اهلك هم اللي يستحقوا منك كل الحب والموده والكلام. على الجانب الاخر البنت برضه، البنت نفس الكلام. المفروض اهلها هم اللي يستحقوا الكلام الحلو وانها تتحملهم وانها تتكلم معاهم وانها تبقى بهجه في البيت كده، تخفف عنهم ضروريات الحياه. يعني تخفف عنهم مسؤوليات وهم شايلين مشقه، تخفف عنهم. فيبقى كده الدنيا ماشيه مستقيمه، ان في متعه ومسؤوليه، مسؤوليه مقابل متعه. فبالتالي الشرع بيقول لك ان انت علشان تستمتع بهذه البنت في الحلال، والشرع يبيح لك كده، يقول لك لا، تحمل مسؤوليتها، روح اتقدم لها. خلاص. المفروض الانسان العاقل، والمفروض ده البنت تاخد بالها منه قبل الولد. البنت العاقله تعرف ان الواد ده بيتسلى بيها، بيستمتع بيها من غير ما يشيل مسؤوليتها. فهي كده خسرانه الا على مذهب الشيطان بقى. هتقول طب ما انا كمان بستمتع بيه ومش شايله مسؤوليته. تمام، يبقى انتوا عارفين كده انتوا الاثنين بتاخدوا متعه بدون ايه؟ مسؤوليه. عشان كده شكلها جميل، عشان كده في ممتعه وفيها حماس ومش عارف ايه. لكن حرام تغضب الله تبارك وتعالى. هتدخلك انت وهي النار. خلاص. لان الحياه امرها مش هيستقيم كده. انت كده علاقتك بحد غريب كويسه جدا وحلوه والدنيا تمام، وعلاقتك باهلك اللي هم اصحاب الفضل عليك علاقه سيئه، وبتديهم دايما الوش الخشب وبتعاملهم معامله سيئه. فبالتالي ده ظلم، وربنا قال انه لا يفلح الظالمون. مش هتفلح، مش هتنفع ابدا كده بالوضع ده. لازم ترد الاحسان بالاحسان. خلاص. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ طيب. فربنا قال ان الواحد علشان ياخذ هذه المتعه لابد يتحمل مسؤوليتها. انت عايز بقى تستمتع بالبنت وهي تستمتع بيك، خلاص انتوا الاثنين شيلوا مسؤوليه بعض. انت تتحمل مسؤوليه الانفاق، النفقه والحمايه والرعايه، وهي تتحمل مسؤوليه البيت ويعني واقتصاد البيت واداره البيت وتنظيف البيت وهذه الأمور، ورعاية الأولاد ورعاية الزوج والقيام بحقه والتخفيف عنه، وأنها تبقى سكن زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال. فكده يبقى الحياة، الواحد لو نظر للحياة بهذا الأمر هيعمل المسؤوليات وهو راضي. تمام. وهتبقى المتعة بالنسبة له كويسة. هي بلا شك إنها غالبا مش هتبقى بنفس اللذة بتاعة المتعة بدون مسؤولية. خلاص. لكن المتعة بدون مسؤولية أولا فيها ظلم، ثانيا هي محرمه. خلاص. ما ترضيش ربنا. الحياه مش هتمشي كده. الكلام ده في الجنه بس. انت عايز تاخده في الدنيا ممنوع، مش موجود في الدنيا. خلاص. مش موجود. انت كده بتودي نفسك في داهيه.
خلاص، انما هو موجود في الاخره خالصة يوم القيامة. فانت دلوقتي في الدنيا المفروض تعمل ايه؟ المفروض لو انت عايز هذه اللذة تأخذها بحقها. خلاص، تيجي تتقدم وتدفع مهر وتتحمل مسؤولية هذه البنت وهي كمان تتحمل مسؤوليتك. فلو احنا فهمنا الحياة على هذا الأمر، لو احنا فهمنا الحياة بالوضع ده، خلاص يعني هنكيف نفسنا على الوضع ده خلاص. وبالتالي هيبقى بالنسبة لنا احنا ما قدامناش غير المتعة دي. المتعة التانية اللي من غير مسؤولية بابها مسدود، خلاص بابها مسدود، لأنها لها مخاطر. ممكن الموضوع يصل للزنا، ممكن الموضوع يصل لخراب البيوت، وشفنا مشاكل. فالموضوع مش مأمون الجانب، انما المتعة اللي بمسؤولية دي مأمونة الجانب. خلاص واضح كده الكلام، ان احنا المتعة بتاعت فترة المراهقة اللي هي في الحرام تبقى ممتعة اكتر، لكن لها اضرار كبيرة. اهم هذه الاضرار غضب الله، ثم يعني ايه عدم احترام الاهل، عدم الاحسان اليه. ثم بيحصل بقى تطورات، ما الدنيا ما بتقفش عند كده، الموضوع بيتطور. خلاص، الموضوع بيتطور، وبتلاقي ان في مشاكل كبيره جدا وفضايح وخربان بيوت. وبتلاقي البنت دي بعد كده كان معروف انها كانت ماشيه مع فلان، والولد ده كان معروف ان هو كان ماشي مع فلانه، مع البنت ديت، وهما الاثنين ما عندهمش اصلا تقدير لنفسهم. انت متخيل؟ يعني لو اتعرف عنهم كده فالناس يعني بتنظر لهم نظره سيئه. خلاص، حتى لو ما تعرفش هم بينظروا لنفسهم نظره سيئه، هم بيحتقروا نفسهم، بيشوفوا نفسهم رخاص. يعني ان هم ازاي بنت ادت هذه المتعه لشخص لا يستحق، ادتها في المكان الغلط. وبرضه في نقطه مهمه، ان الشباب دول لما بيستهلكوا كل طاقتهم العاطفيه في الطريق المحرم ده، لما بيجي بقى الطريق المباح اللي ربنا اباحه، المسار الصحيح، ما بيتبقاش بقى حاجه، هم خلصوا خلاص كل العاطفه في المكان الغلط، خلاص خلصت. خلاص، فدي برضو احد الاسباب اللي بتخلي العلاقات الشرعيه اقل حماسا، اقل متعه. خلاص، فيعني كانها عقوبه من الله سبحانه وتعالى، ان انت خدت عاطفه في الحرام، استمتعت بيها، لكن خدت عليها ذنوب قد كده، خلاص ما انتش هتاخدها في الحلال. عشان كده دايما بنلاقي اسعد الناس في العلاقات الزوجيه هم الناس اللي ما ضيعوش فتره شبابهم في اشياء محرمه. خلاص، اللي وفروا طاقتهم العاطفيه كلها في الحلال. خلاص، حافظ على نفسه شبابه، وهي حافظت على نفسها انوثتها لحد ما حطتها في المكان الصح. مفهوم كان النقطه ديت؟ طيب، يا رب اكون عرفت اوضح الموضوع بصوره كويسه. طبعا الموضوع محتاج كلام مفصل جدا، لكن دي اشاره سريعه ان شاء الله تنفع اغلب الناس يعني. هختم بس بنصيحة مهمة جدا، ان بناء على الكلام ده احنا محتاجين بقى نهيئ الشباب للزواج في سن مبكر. خلاص، اول ما يبدأ عند الولد مثلا العاطفة، خلاص وصل لمرحلة البلوغ وبقى عنده العاطفة ناحية النساء، وخلاص عايز يعيش هذه التجربة، نحاول قدر الامكان نهيئه نفسيا، ويعني والبيئة تساعده ان هو يعيش التجربة دي من الاول في الحلال بقى، وخلاص نستغل بقى حماس الشباب. اصلا برضه الواحد لما بيكبر حماسه بيقل ومتعته ده طبيعي، دي طبيعه هذه الحياه يعني. فاحنا عايزين العلاقه تبقى فعلا ملهلبه بقى ومليانه بقى مشاعر وكلام من كده. مفيش مشكله، هيئ الشاب ده من بدري، من صغره كده، علمه يشتغل، علمه يجيب فلوس، علمه يتحمل مسؤوليه بيت، بحيث يوصل مثلا 15 16 17 18 سنه يبقى مهيئ للجواز. احنا ما نقولش ان ده هتبقى قاعده عامه، لا، في واحد ممكن يوصل 13 سنة ويبقى أهل إن هو يشيل مسؤولية ويشيل بيت، ممكن واحد يوصل 30 سنة ولسه مش أهل. فالموضوع نفسيات، الموضوع ملوش علاقة بالسن إطلاقا، الموضوع له علاقة بالتربية والنشأة يعني. فأنا نصيحة مهمة، احنا عايزين بقى نجمع كل الفوائد، ندخل في علاقة شرعية ترضي الله، ما فيهاش أضرار، ما فيهاش عواقب سيئة، في نفس الوقت في غاية الحماس والمتعة. خلاص، هيئ الشباب دول ولاد وبنات على الجواز في بداية انتشار، في بداية يعني وجود هذه الشهوات والحاجات النفسية. خلاص، في بداية سن البلوغ يعني عايزين نكون مهيئين الشباب دول ان هم يصلحوا للجواز، يصلحوا ان هم يقيموا أسرة. خلاص، ولما ربنا بقى الموضوع كله بقدر الله، احنا بس بنهيئهم ان هم ازاي يتحملوا. خلاص، انما احنا ما بنربيش على الاساس ده، احنا بنربي تربية
حريصة جدا وفيها دلع كبير وفيها رفاهية كبيرة، فبالتالي بنربي مثلا بنت ما تصلحش للجواز وهي عندها 25 سنة. هي احنا محوطين عليها قوي ومش محملها اي مسؤوليات، فهي نفسها شايفة نفسها عيلة. هي بتقول انا اتجوز ازاي؟ لا انا اخري متعة بلا مسؤولية، متعة حرام يعني، انا اخر ما اعرفش اعيش في الجواز. وتبقى مقتنعة بكده وامها يعني قنعها بكده. حاجة خطيرة جدا بصراحة. فاحنا نصيحة نحاول نهيئ النشء للجواز، نهيئه يعني نربيه تربية كويسة، تربية نفسية، تربية جنسية، تربية يعني سليمة تهيئه ان هو اول ما يبقى عنده الحاجة النفسية ديت يعرف يوجهها في الاتجاه الشرعي الصحيح. يعني مثلا تخيل شاب مثلا بدأت عنده الحاجات النفسية والميول ديت وان هو عايز يشبعها وكلام من كده، هو عنده 13 سنة ولم يستطع الجواز الا وهو عنده 30 سنة مثلا، بسبب البيئة اللي احنا محطوطين فيها مع الاسف الشديد يعني. تخيل هو كده قعد 17 سنة بيجاهد نفسه، ده اكيد هيقع، اكيد هيقع هنا، هيعمل علاقة محرمة هنا، هيستمتع هنا، هيدور على متع هنا، ممكن يبقى الموضوع يوصل عنده لشذوذات نفسية، يدور على متع في غير مكانها الصح يعني، بدون تفصيل في الحتة ديت يعني. فاحنا ليه نعمل كده؟ ليه نعمل كده؟ فاحنا نخلي الموضوع قدر الامكان، دي نصيحة للاهل، هيئوا بنيكم ان هم يتجوزوا يعني، يعني اول ما يحتاجوا لكده خلاص. وان شاء الله هيبقى لنا كلام كتير جدا في الامور دي باذن الله، وربنا ينفع بهذا الكلام ويغفر لنا ما اخطأنا فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.